السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده فيديو بجد تحفه جدا. وصفات تنفع للفطار، تنفع للعشاء، تنفع للمصايف، تنفع لاي وقت. اول حاجه معايا المولتو الماجنم او المولتو المقلي او الدوناتس اللي على شكل كرواسون. معايا ربع كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح، رشه صغيره جدا، معلقه كبيره من السكر، وحطيت كمان خميره معلقه صغيره، يفضل يكون نوع خميره كويس جدا. وبعدين بعد كده هبدا ان انا اضيف ميه للعجن ومعلقتين كبار من الزبده. لازم اعجن كويس جدا لحد لما يديني المطاطيه اللي احنا شفناها دي في العجينه. هسيب العجينه بتاعتي ترتاح، بعد كده هاخدها واقسمها وافردها واعملها بشكل الكرواسون اللي احنا شايفينه ده. هبدا احطه على ورق زبده او اكياس او على الرخامه عندك، بس يفضل ان انت ترشي دقيق. ما برشحش رشه الدقيق، لان مجرد ما بتنزليه في الزيت الدقيق بيتحرق وبيخلي الزيت يتحرق بسرعه. تمام كده، يبقى الافضل سواء كان ورق زبده او نحط ورق اكياس تلاجة. تمام كده. بعد كده بسيبه يخمر تاني، وبعدين ببدا ان انا احطه في درجه حراره متوسطه، زيت درجه حرارته متوسطه. نبدا نقليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو علينا درجه الحراره هي ياخد لون غامق زي ما احنا شفنا كده. تقدروا تحشوه من جوه بديل النوتيلا او صوص شوكولاته، او تعملوه فيه قرفه وسكر زي ما انا عملت كده. بجد بكل الطرق خطير، طعمه تحفه، هيعجب الولاد سواء كان جنب شاي بلبن او شاي بس او قهوه. بجد خطير، جربوه هيعجبكم. يلا بينا على الوصفه التانية. الوصفه التانية هي عباره عن قرص طريه وقراقيش. هي عجينه واحده هنعمل بيها كل الحاجات القمر دي، سواء كان قراقيش بالعجوه او قراقيش بالملبن او قرص طريه زي ما احنا شايفين. بجد وصفه خطيره جدا. معايا هنا مقدار الدقيق، معايا لبن كان رايب عندي وقطع مني، معايا كوبايه من السمنه. كيلو دقيق حطيت عليه كوبايه سمنه، وحطيت عليه معلقه خميره صغيره، 3 معالق كبار من السكر. لو حابين تزودوا السكر ممكن نزود معلقتين كمان، ورشه صغيره من الملح. وهبدا ان انا اضيف اللبن الرايب تدريجيا، بيكون تحفه جدا. تمام كده. لو ما عنديش لبن رايب عادي هنضيف معلقتين لبن بودر، وهنبدا ان احنا نعجن بالميه. نعجنهم كويس جدا ونبدا نقسمهم، والاشكال طبعا دي حاجه ترجع لكم. انا عملت هنا خليط القرفه مع السكر مع الزبده، وبدات ان انا اعمل بيه الاشكال القمر اللي احنا شايفينها دي. طبعا كل شكل انا يعني كل حشوه انا حشيتها عملتها بشكل مختلف. بعد كده عملت هنا اللي هي القرص الطريه العاديه خالص، عملتها ساده. تقدروا بعد كده تحشوها جبنه، تقدروا تحطوا فيها بديل النوتيلا او شوكولاته زي ما انا عملت كده. طبعا دي حاجه ترجع لكم، الحشوات او الاضافات الزوايد دي حاجه ترجع لكم. التركه هنا ان انت تعملي عجينه تكون طعمها حلو. العجينه هنا طعمها هيبقى حلو باللبن الرايب، هتبقى طريه وقمر. العجينه هيكون طعمها حلو مع كوبايه السمنه اللي احنا استخدمناها، تكون نوع سمنه نظيف. ايه تاني؟ بعد كده زي ما انتم شفتوا انا عملتها كذا شكل، يعني العجينه دي تقدري تعملي بيها كذا شكل. زي ما انتم شايفين عملتها بالعجوه، بالملبن، بالقرفه، بالشوكولاته ساده، تقدروا تعملوها بالجبنه. كمان العجينه دي نقدر نحولها حادق، ففي الحاله دي هنضيف معلقه ونص بس من السكر على المعلقه الصغيره من الخميره. بجد وصفه خطيره جدا. هندخلها الفرن تاخد لون من فوق ومن تحت، وبعدين بعد كده نخرجها وبألف هنا وشفا. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده. كيكه الرواني، حاجه كده من ورا الخيال. كيكه الرواني القديمه بالطريقه الاصليه اللي بدون بيض، اللي بجد بجد كل اللي هيدوقها هينبهر منها. معايا هنا دقيق ذره، دقيق الذره الفلاحي، مش دقيق الذره الاصفر اللي بتباع باكيتات. هنا دقيق ذره فلاحي، تقدري تجيبيه من عند العطار، تقدري تجيبيه من اي حد من من مصدره اللي هو من الفلاحين. بعد كده حطيت عليه نص بيكنج باودر، نص باكو بيكنج باودر. معايا هنا لبن سايب، لبن حليب كان عندي، ما كانش عندي لبن رايب، لبن رايب او زبادي. تمام كده. فانا عملت ايه؟ ضفت المقدار بتاع اللبن الحليب، وضفت عليه معلقه كبيره من الخل، هيخلي اللبن بتاعي يقطع. تمام كده. حطيت ربع كوبايه من الزيت، عليها ربع كوبايه من السمنه، بتدي تطعيمه خطيره للكيكه بتاعتي. الزيت بيدي هشاشه، والسمنه بيدي غنى كده وطعم جميل في الكيك بتاعنا. بعد كده بدأت ان انا اضربهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بدأت ان انا اضيف المواد السائلة على المواد الجافة. خلي بالكم اللبن لو مفيش لبن رايب زي ما احنا قلنا، نقدر نضيف لبن حليب ونحط عليه معلقة من الخل. تقدروا تضيفوا لبن زبادي، تقدروا تضيفوا لبن قطع عندكم. يعني الوصفة الأولى والتانية والتالتة كل دي وصفات نقدر نعملها. لو عندك لبن قطع تقدري تستخدميه في كل الوصفات بتاعتنا دي. شفت القوام بتاع الكيك بيكون شبه قوام البسبوسه شويه. هبدا ادخلها على فرن سخن، تاخد لون من فوق ومن تحت، تستوي كويس جدا. وبعدين بعد كده هكون مجهزه كوبايه، دي اصغر صينيه في الطقم. تمام كده. هكون مجهزه كوبايه شربات،
وابدا ان انا اضيفها على الكيكه بتاعتنا وابدا اغطيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتطلع حاجه كده في منتهى الروعه. شايفين الكيكه متماسكه من غير بيض، من غير اي افتكاسات. عايزه اقول لكم لو حد عنده مشكله في او حساسيه الجلوتين تنفع معاه الكيكه دي. ما فيهاش دي الذره، ما فيهوش جلوتين. انا ما ضفتش دي ابيض ولا اي حاجه، كله من دي الذره البلدي. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، وهي وصفه اقتصاديه واعاده تدوير بطريقه فظيعه. بعد كده هنجيب ايه؟ اول حاجه معايا العيش الفينو اللي احنا بنجيبه للمدرسه بتاع الولاد عادي جدا. كل اللي انا عملته جبت ارغفه عيش من الفينو دي، قطعتها دواير زي ما احنا شايفين. هبدا ان انا اعمل لها صوص تشريب، وهبدا ان انا ادخلها الفرن، وبعدين هنعمل صوص الابيض. احنا بنعمل ايه هنا؟ بنعمل السينابون الكداب. بجد وصفه خطيره، بدون عجن بقى، بدون اي تعب ولا مجهود. عملت ايه؟ جبت لبن، جبت قرفه، جبت زبده، حطيت عليه شويه من السكر. تقدروا تشيلوا السكر وتضيفوا عسل نحل. تمام كده. بدات اقلبهم كويس قوي على النار عشان الزبده تفك معايا، وبدات ان انا اضيفهم فوق العيش بتاعنا، وهندخله الفرن ياخد لون من فوق ومن تحت عشان يبقى في قرمشه. احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل صوص السينابون. عندك جبنه مثلثات، جبنه مربعات، جبنه كريمي من اللي بتتباع سايبه عند محلات اللبن والحاجات دي، مفيش اي مشكله. هتجيبيها، هتحطي عليها لبن بودر لو موجود، ويفضل تحطي لبن بودر. لو مفيش اي مشكله، تقدري تضيفي سكر بودر وفانيليا، وهتضربيهم كويس قوي مع بعض. هيدوكي قوام تقيل، تبداي تخففيه باللبن شويه شويه لحد لما يديكي القوام اللي انت عايزاه. بعد كده هضيفه على العيش او السينابون كداب بقى بتاعنا مجرد ما يطلع من الفرن، لانه بيطلع ناشف كده ومقرمش شويه. مجرد ما بتنزلي بالصوص بيبدا يتشرب الصوص القمر ده، وتقدري بقى تزينيه بصوص كراميل، صوص شوكولاته، اي حاجه انت عايزاها. بجد طعمها خطير، سينابون فظيع، بدون عجن، بدون اي تعب، بدون اي مجهود. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، كمان بدون عجن، بدون تعب، بدون اي مجهود. انا اشتريت فطيره عاديه خالص من اي محل، وبدات ان انا اجيب الفاكهه اللي موجوده عندي، مكسرات بقى، صوص شوكولاته، اي حاجه انت عايزاها. بصوا كل الحاجات دي تقدروا تضيفوها، سواء كان سبرينكل الوان، تقدروا تضيفي مكسرات، فاكهه، عسل، معانا هنا النوتيلا، وكل حاجه تقدري تحطيها. مش لازم تضيفي كل الحاجات اللي انا عملتها. اول حاجه عملتها، جبت الفطيره. على فكره الفطيره دي اللي هي الفطيره العاديه ام 10 جنيه، يعني احنا لما نروح نشتريها من بره بتشتريها غاليه جدا من المحلات بتاعه الفطير. عملت ايه؟ جبت الفطيره، رشيت عليها عسل نحل، وبعدين بعد كده دهنتها دهنه خفيفه من الشوكولاته القابله للدهن او بديل النوتيلا. بعد كده كان عندي مانجا، وعندي برقوق، وعندي ايه تاني؟ عندي تفاح. تمام. هبدا ان انا اقطعهم زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تضيفوا نوع واحد بس او كذا نوع، مفيش اي مشكله. هبدا ان انا اقسمها على 4. اول حاجه هنا قسمتها بالجوز الهند، لو مش حابين جوز الهند تقدروا تشيلوه وتحطوا مكسرات. بعد كده بدات ان انا اضيف بقى، قسمتها على 4، كل ربع حطيت فيه جزء من الفاكهه. تقدروا تضيفوها كلها فاكهه، تقدروا تحطوا الفاكهه داير ما يدور كده على شكل تورتايه، اي شكل انتوا عايزينه. بعد كده حطيت في الجزء الرابع ده مكسرات بقى وميكس سبرينكل وشوكولاتات وحركات. تقدروا تجيبوا بسكوت اللي هو بالشوكولاته ده وتكسروه وتحطوه عليها كلها، بجد بيبقى ميكس رهيب. حطيت بقى على الوش فوق الشوكولاته الفاكهه دي، حطيت عليها شويه عسل نحل علشان ما تغمقش وما تغيرش لون، وبرده عشان يديها تسكيره حلوه كده. مع العسل النحل هينزل على الفطيره بيديها طعم خطير. تمام كده. بعد كده الوصفه اللي بعد كده معانا دي كيكه الزبيب. كيكه سهله وبسيطه، وكيكه شاي خطيره، وفيها كم فوائد، قنبله فوائد بجد. اول حاجه معايا 2.5 كوباية من الدقيق العادي خالص. بعد كده هحط عليها معلقه كبيره من النشا بيدي هشاشه للكيك وبيخلي قلب الكيك ابيض كده وجميل. معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. زبيب بقى، اي نوع فواكه مجففه عندك، زبيب، قراصيا، مشمشيه، اي حاجه من الحاجات الجميله دي. وهنا ضفت رشه من البيكنج صودا، وقلبت كل الحاجات دي الاول مع بعض. ليه؟ علشان الزبيب بغلفه كويس قوي مع الدقيق كده، علشان لما اجي اضيفه للمواد السائله ما يسقطش في قعر الصينيه من تحت ويبدا ان هو يتحرق مني. تمام كده. بعد كده جبت كوبايه من السكر، عليها كوبايه الا ربع من الزيت، عليها كوبايه وربع من اللبن، سواء كان لبن حليب او لبن قاطع منك او لبن بودر، وهنضيف له الميه. تمام كده. انا جبت هنا بيضه واحده بس. حطيت معلقه كبيره من العسل الاسود، بتدي تطعيمه خطيره زي ما قلت لكم، دي قنبله فوائد. وحطيت طبعا الفانيليا، تقدروا تحطوا فانيليا عاديه او فانيليا برتقال عادي، مفيش اي مشكله.
بعد كده بدات ان انا اضربهم كويس جدا لحد لما اللون فتح معايا وبقى زي ما انتم شايفين لون كريمي وقمر جميل. مقدار مظبوط 100%. الكوبايتين ونص دي عليهم نفس المقدار اللي انا قلته من السوائل، هتطلع كيكه ناجحه مليون في الميه. انا هنا عندي الصينيه بتاعتي ممكن تدهنوها بالزبده، وممكن تحطوا ورق زبده عادي جدا مفيش اي مشكله. دي اصغر صينيه في الطقم المستطيل. هبدا ان انا احطها كده واخبطها خبطتين، والفرن اصلا بيكون سخن ومتجهز معايا من قبل ما اشتغل في الكيك. زي ما شفتوا الكيكه بتاعتنا طلعت هشه وعاليه وخطيره جدا. طبعا الكيك بتاعنا بتاع الشاي يعني كل ما بيبقى حجمه مش مرتفع قوي بيكون احسن. وبكده نكون خلصنا الفيديو للنهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.